هو انا منحوسه في الاجهزه الكهربائيه؟ اكلم اختي الاقي عندها مشكله في الثلاجه، اكلم صاحبتي الاقي عندها مشكله في المكنسه، اكلم جارتي الاقي عندها مشكله في المروحه. انا بقى منحوسه في الخلاط. عايزه احكي لكم على حاجه حصلت لي من اول ما اتجوزت. انا جبت خلاط في جهازي زي اي عروسه، شغلته اول سنه، شويه يبقى ابن حلال ويشتغل وشويه يفصل وما يرضاش يشتغل. قررت ان ابيعه واجيب غيره، بعته وبسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اللي اشتراه مني لغايه الان شغال عنده. وقلت ماشي، انا قرفتي وحشه في الخلاط ده، واشتريت خلاط غيره وبرده باظ وحصل نفس المشكله. قلت عادي، تحطيش في دماغك يا بت، كملي وصلحيه. صلحته ما بيتصلحش، ركنته وقلت مش هبيعه اما اشوف قصه الخلاط معايا ايه، واشتريت واحد غيره. شويه شويه وبرده عطل تاني وباظ. طب اعمل ايه؟ قررت اني مش هشتري خلاط واجيب هاند بلندر وشغاله بيه، وقلت يبقى انا اكيد معمول لي عمل على الخلاط ده، وقلت خلاص هستعمله خفيف خفيف واللي يبوظ مش هصلحه. وجيت قلت لاخر مره هشتري خلاط واجرب بختي معاه بعد 17 سنه، بس لسه ما طلعتوش من الكرتون، سايباه وخايفه اطلعه. انا كده من ساعه ما اتجوزت جبت 4 خلاطات، بعت 1 و3 في البيت. فقلت حاجه غريبه، هو انا بس اللي منحوسه في الاجهزه الكهربائيه ولا حد تاني؟ قولي لي بقى في الكومنتات ايه الجهاز اللي منحوس في بيتك.